أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة عن نفاذ جميع تذاكر الزيارة لليوم بعد إقبال غير مسبوق من الزائرين ووصول الأعداد إلى سعة التشغيلية القصوى المحددة. وأفادت إدارة المتحف أن بيع وتوزيع التذاكر لليوم قد تم إيقافه مؤقتاً سواء عبر الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي www.gem.eg أو من خلال شباك التذاكر عند بوابة الدخول، وذلك لضمان جودة تجربة الزيارة وسلامة الزوار. وأكدت الهيئة أن جميع الحجوزات المسبقة التي تم تأكيدها عبر القنوات الرسمية سارية المفعول، وسيتم استقبال أصحابها وفق الجدول المخطط له دون أي تغيير، مع تأكيد التزام الإدارة بمعايير الخدمة والتنظيم العالية. ووجهت إدارة المتحف خالص الشكر والتقدير للزوار على تفهمهم وتعاونهم، مشيدة بالحماس الجماهيري الكبير الذي يعكس المكانة العالمية للمتحف كأحد أهم الوجهات الثقافية والإنسانية في العالم ورمزاً للحضارة المصرية العريقة. وأهابت الإدارة بالراغبين في زيارة المتحف مستقبلاً حجز تذاكرهم مسبقاً عبر الموقع الرسمي www.gem.eg، داعية إلى التخطيط المبكر لضمان سهولة التنظيم وضمان تجربة زيارة متميزة داخل هذا الصرح الثقافي الفريد الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم من حيث المساحة والعدد والتقنيات الحديثة. وسيستأنف باب الحجز لليوم التالي السبت 8 نوفمبر 2025 وفق الجدول المعلن، مع تطبيق نفس الإجراءات التنظيمية لضمان تجربة آمنة وسلسة لجميع الزوار. لو الفيديو فادك سيبه ينتشر عشان غيرك كمان يستفيد، ودعمنا بلايك وقول لنا رأيك في كومنت.